صباح الخير عليكم يا صباح الامل والتفاؤل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا ده انا الصبح عشان كده بقول صباح الخير، على حسب بقى ما انتوا بتشوفوا الفيديو يبقى صباح الخير مساء الخير، ربنا يجعل ايامنا كلها خير يا رب العالمين. النهارده يا جماعه اخيرا هنجد اللي انتوا شايفينه ده القطن، هنجد ان شاء الله كده المراتب بتاعتي. انا ما عنديش مراتب سوست والحمد لله، انا بحب المراتب القطن، صحيه جدا احسن من السوست بكتير. القطن حتى لو هبط معاكي هتقدري ان انت تنجديه، انما لو السوست مالت وتعوجت مع الايام ومع السنين هتضطري تشتري غيرها. القطن جميل جدا جدا، واي حاجه بتيجي من الارض خير وصحيه للانسان. دول اكتر من انطارين قطن. لو عندك عروسه ومحتاره يا ترى تنجدي ولا تشتري مراتب جاهزه، النهارده هتستفيدي جدا 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 من الفيديو. متنسوش تدعمونا بقى اللي لسه اول مره يشوفنا، متنساش تدعمونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان الفيديوهات اللي جايه حلوه قوي قوي هتعجبكم. يلا بينا نشوف بقى المنجد. كده بننضف القطن الاول صح؟ ايوه بننضف القطن الاول صح؟ اهم حاجه تنظيف القطن. صح؟ عشان خاطر ايه بقى؟ ليه بننضفه يعني؟ عشان يعمل كده يخلي المركب يطلع وينفش كده يبقى حلو. انا عارفه ان انت مش واخد راحتك في الشقه عشان الشقه صغيره شويه. صح؟ بس معلش تتعود المره الجايه ان شاء الله باذن الله. بعد كام سنه بقى؟ ده انا منجده بعد 17 سنه ان شاء الله كده تنجدي العيال كده ان شاء الله يا رب. طب بس انا عايزه اسالك سؤال، لو في دلوقتي واحده بتجهز بنتها ومحتاره تجيب قطن وتنجد ولا تشتري المراتب العاديه اللي هي المراتب الجاهزه، انه الاحسن بس بما يرضي الله؟ والله بمرضي الله القطن احسن، بمرضي الله. طب وقف لنا المكنه سنه بس. وقف المكنه سنه عشان الصوت بس. احنا وقفنا المكنه بس عشان الصوت. لو انا هسألك سؤال مهم، يعني انا عندي دلوقتي ناس بتتابعني، لو واحده بتجهز بنتها ومحتاره تجيب مراتب اللي هي الجاهزه ولا تنجد وتجيب قطن، انه الاحسن ليها بامانه؟ بامانه بمرضي الله القطن. القطن احسن؟ بمرضي الله اهو صراحه. القطن احسن مهما كان بتلف الدنيا وبتاع وبترجعي تنجديه تاني وتجيبوا قماش جديد وبتجددي تاني وبأنضف واحسن. مهما عدى عليه السنين مهما بتشيل وتنجد. ممكن القماش يتغسل، لو القماش كويس وحالته كويسه يبقى كل اللي عليها ان هي بتنجده وخلاص. بالظبط كده. لكن لو احنا جبنا مرتبه السوست مع الوقت بتتنى او بتتكسر وبتريح فده ما ينفع لهاش علاج بقى. لا. ما بتتعالجش حتى لو احسن انواع المراتب، حتى لو احسن انواع المراتب كل وقت كل حاجه بياخد لها وقتها وبتنتهي. وانت قلت لي كلمه حلوه، انت قلت لي كل اللي بيجي من الارض الحاجه اللي بتيجي من افضل، يعني الحاجه طبعا اللي بتتزرع في الارض بيبقى احسن من الجاهز بكتير وافضل وبتبقى صحيه كمان، صحيه على الجسم كمان. بالظبط كده. ماشي اتفضل واحسن. يلا ربنا يا رب يحسن ما بين ايديك يا رب العالمين. انت خلصت امتحان سنه كام؟ 5. وبقى جاي تشتغل بقى مع بابا تساعده؟ برافو عليك. النتيجه لسه ما ظهرتش طبعا صح؟ بكره ان شاء الله، عشان انت بتساعد بابا بس ربنا هيكبر بخاطرك باذن الله. بصوا زي ما انتم شايفين كده القطن. وطبعا انت اسمك ايه؟ احمد في سنه ثانيه ثانوي. المره اللي فاتت قال لي في ثانيه خلصت انت امبارح. خلصت امبارح انت يا احمد. تساعد بابا بقى وكده. ربنا يا رب ينجحكم كده وتكونوا سند وعون لي يا رب العالمين. بس ايه رايك في القطنه؟ يعني القطن اللي انا جايباه ده، لا والله بسم الله ما شاء الله جميل والله. كان لما انا كنت عروسه وجايه اجيب القطن بيقولوا لي هاتي القطنه الصفراء احسن من البيضه. ليه بقى؟ بيقول لك عشان القطنه الصفراء دي بتبقى ما فيش داخلها الياف صناعيه. بالظبط كده. بس القطنه البيضاء بيبقى فيها الياف صناعيه. مع الوقت بتهبط، خلي المرتبه تهبط، ولو حطيتها في شمس ما ترفعش. ايوه شفت انا عندي معلومات ازاي. وان شاء الله انا يعني البنات عندي لما اجي ربنا يسهل كده اجهزهم، يعني لو متوافقين مع العيله اللي هنناسبها
الله. هنجيب قطن ان شاء الله. وبعدين دلوقتي القطن محدش يعرف يتكلم عليه، ده الانطار بقى ب 4000. قطن غالي، قطن مترفع اصلا. اترفع. انت عارف انا جايبه الانطار بكام؟ اما كنت عروسه من 17 سنه 550، دلوقتي ب 4000. القطن كمان لو هو مثلا مالوش قيمه ولا قيمه طبعا ما يغلاش بالثمن ده. ايوه بالظبط كده، ما يغلاش. لو ما كانش ليه قيمه، لو ما كانش ليه قيمه كبيره ما كانش يبقى سعره كده. لو ثابته وجودها المراتب السوست ما يغلاش ده. ده اغلى من المرتبه، خلي بالك. ده اغلى من المرتبه. يعني بص ده انا جايبه ما شاء الله انطارين، بسم الله ما شاء الله، يعني يعملوا لي مرتبتين وزياده كمان. يا رب ان شاء الله. كلهم يا رب. شهد هنجدهولك ولا عايزه جاهز يا شهد؟ جاهز؟ مش عايزه تتبهدل في التنجيد. دي مشكله يا بنتي، دي فرحه العروسه. التنجيد. فرحه العروسه يا شهد في التنجيد. طبعا. ونحط الدباديب على المراتب يا شهد. دي مشكله الجيل بقى اللي هو عايزين كل حاجه سهله. عايزين كل حاجه سهله. بس انا فعلا يعني انا عندي صحابي بدلوا من القطن جابوا جاهز وندموا. والله العظيم بدلوا وجابوا جاهز وندموا. ندموا طبعا. اكتر الشعب. وبايعين المرتبه بكام؟ مرتبه القطن 150 جنيه. شفت بقى؟ وشوفوا القطن بكام اصلا؟ ب 4000. والقطن جاي. وجايين يقولوا لي بلا هبده اشتري لك واحده جاهزه احسن. طب انا عندي نسيبي باعها ب 60 جنيه المرتبه الجاهزه. بعد ما باظت. بعد ما باظت السوست. عمل ايه بقى؟ محتاس بيها. بقى يرميها هنا شويه ويرميها هنا شويه. طب اعمل ايه يا ابني؟ قلت له بيع ده بتاع الخرده. والله بتاع الخرده اعطاها على اليد انا ب 60 جنيه. اعطاله فيها 60 جنيه. اللي هي الجاهزه. الجاهزه اللي هي الجاهزه. لا انا عندي بص. اما لو معلش لو عنده حبه قط معلش يعني وهبطوا ولا مريحين تعالى منجد مثلا هيظبطهم. ولو لعبك بحالته لسه لعبك كويس في حالته هيغسلوا ويرجعوا. طبعا انا ما غسلتش، انا جبت جاهز لان انا العبك عندي شاط. امره سهل. امره سهل. حبه القط معانا هيتعبوا ويبقى حلوين. واحد صنايعي يظبطهم وهيبقى حلوين. ايوه صح. تمام. ده الافضل يعني. ايوه هو فعلا يعني ما فيش احسن من القطن. ده احنا واخدين البلد المركز الاول في القطن اساسا. طبعا. فنروح نسيب القطن ونروح نجيب الجاهز. رقم واحد هنا في مصر. قلبت معانا. بص التراب بقاله كام سنه. والله العظيم بسم الله ما شاء الله. بس والله العظيم هو جديد كده. انا بحسبه قديم. ايوه لا ده القطن انا جايباه والله درجه، انا جايبه درجه اولى والله، جايباه درجه اولى. ما شاء الله. انت محافظه عليه. انا محافظه عليه. وبعدين كل ما اجي اطلع المرتبه في الشمس بتبقى عاليه. ابو شهد ما كانش بيعرف يشيلها. لا صلاه النبي والله ما شاء الله. ما شاء الله. الله ما شاء الله. طبعا لسه فيه. طبعا اللي عامل بقع دوت كده ده رطوبه، دي كانت رطوبه فيه. اللي عامل بقع مسمره شويه دوت دي رطوبه. هو فرق في القطن بس. ايه؟ فرق اللون من القطن. لا اصل انا كنت حاطه شكاره. لا كان في شكاره كمان تحت السرير. في نوعيه قطن كان زياده عندي. ايوه الله ينور عليك. بالظبط كده. القطن انواع. القطن انواع. والله صاحبتي بتقول لي انا عندي مرتبه قطن ب 150 جنيه تعالي خديها. مين؟ صاحبتي. حلو والله. قلت لها ربنا يسهل لو احتجت لها هاخدها. حلو والله. 10 على 10. اصلها بدلت وجابت وجابت السفنج. يا ريت يبقى قطنها حلو يعني. لا انا مش عارفه بقى القطن بتاعها حلو ولا لا. نوفر شويه بقى لما الله ينور يا احمد. جبتك وانت مستخبي جواها.
يا نهار ابيض. بسم الله. والنبي يا كريم بالله عليك اهم حاجه التتكيه بتاعت الخيط دي سيبها على الله عشان ادعي لك. انا شغال معاك اهو قاعد. ربنا يجبرك يا رب. عمل لي عقده. خد قطنه اهو يا كريم. ماشي هنزودهم في المخدات. اهو بنضفهولك اهو. المخدات ده هزودها لك شويه. ماشي ان شاء الله يجبرك يا رب. انت تشحت يا ماما. ان شاء الله تنجبر. مش عارفه انا ايه. لا يا شيخ. عشان انا قلت حسن يبقى كده هيجي ولد وانت نفسك في بنوته صح؟ نفسك بنات احسن. لا مراته حامل. بنات احسن. معاه ولدين. خلي بالك البنات يعني اقول لك هي من غيرنا ما كانتش هتعرف تتصرف اصلا. من غيرهم ما بيعملوليش حاجه، انا اللي بعمل كل حاجه. بس والله مش فاهم. ايه؟ عايزين يقعدوا على النت بس. لا مش بيقعدوا والله العظيم يعني مش بتوع النت خالص. ندى وريتاج دول مش بتوع النت خالص. بص بيقولوا لي ايه بدوري على اللي يغسل لك السجاد في العين. زي في الجنب ده حتى. ماشي انا السماء في سنه تانية دي سنه. فاضي دي لا استنى ما نقولش. فضي السرير انا عندي حساب ايوه فعلا. ما انا عشان كده بقول لك كمان في حاجه كمان شفتها منها قله الغرز بتخلي المكان هايشه. عايشه بتاعي. ما انا بتكلم في ما كده. دي حاجه وحشه. لا لما نكون كل غرز ياما احسن. ماسكه انا عايز كده ماسكه نفسها. انا مش عاوز اوسع لك الغرز. لا انا مش عايز اوسع. انت فاهمني؟ لا بس عشان انا في الاخر اللي هتقلب فيها. الله ينور عليك. انا عاوز اكتفها لك. لا صح على قد ما تقدر كتفها ودي تبقى بالزياده. حلوه كمان تبقى مظبوطه. لو تعرف ضيقه كمان ده اكتر من كده ضيقه. لا ده هي كده واخده بالزياده زياده. يعني كده واخده حاجه اسمها تقسيمه 5 في 5. الله ينور. مفيش حد بيدي 5 في 5 دلوقتي بيدوا 2 في 3. خد بالك انا بدي 5 في 5 يقول لي يا عم خلص نفسك. ماشي هو مش سالي بيض اصلا. حرام. انا بصراحه كنت بشيلها كنت بتبهدل بصراحه. انا ما بحبش كده والله مش انا بحب كده. يا عم لا يا عم لا ضرر. لا فعلا حتى مش عشان حكايه 17 سنه بس احنا فعلا حتى وانا عروسه لما كنا بنيجي نشيل المرتبه عشان نطلعها المرتبه فكت مننا. المرتبه فكت جامد وبقينا نعاني منها بصراحه. انا بقول لك بقى الصح صح. وبعدين وانا عروسه بقول له انا عايزه. انا برضه طلعت مع صنايعي عبى المرتب كده والزبون قال له ايه؟ لا ما تعمليش غرز. عايزه كده. والله زي ما بقول لك كده. سيبها كده؟ سيبها زي ما هي كده. لا انا عاوزها زي ما هي. يا عم مش هينفع. القطن هيرحل منك. القطن هيجي هنا وهيبقى فاضي هنا وهيكلكع. فاضي هنا وهيكلكع قال له لا مالكش دعوه. يا عم لبسها. قال له لبسها لي زي ما هي كده. هات الوش ولبسها زي ما هي. هو عايز قال له انا عاوزها هايشه كده وتبقى هنا ومرفعه كده و100 100. يا عم قال له لا مالكش دعوه. هو مش باصص لقدام. كنت انا طالع شغلانه مع واحد تحت محل وهو كنا عند زبون بس كانت رتبه عاليه. واخد بالك انت في رونان. ايوه. وطبعا قلت له ماشي مش هينفع. قال لي لا بس لبسها. بعدها بشهر اتصل بيا. والله زي ما بقول لك كده. تعالوا تاني. قال لهم القطن جرى ورحل ومش عارف ايه. الله ينور عليك. ربنا يديك الصحة. ربنا يحسن ما بين يديك يا رب. مشهور الكلام ده ما بحبوش. نفسي اعمل لعيال دي مرتبه اطفال.
ده انت قلت القطن اللي في البلكونه هيغرق الدنيا. ها؟ ما انا قلت بصراحه ما انا قلت بصراحه القطن مالي كان عالي البلكونتين. وكنت بدوس عليه طبعا تعملي الغرز دي بالقطره كده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ما تفكش زي ما احنا. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك والله العظيم، ربنا يديك الصحه بجد، شغلك والله العظيم 10 على 10. نفس الغرز دي جميله، دي اللي موجوده في المراتب الجاهزه. انا شفتها، شفت المراتب الجاهزه دي كتير عندها، يعني دي حلوه وبتبقى صحيه وبتبقى حلوه جميله. دي صحيه. وبعدين القطن اغلى من الجاهز اصلا. وانضف. اغلى وانضف وصحي. طبعا. تحبي تجددي بعد كده بتجددي. بتعرفي تجددي. اما التانية ملهاش ملكه. التانية ملهاش ملكه فعلا. عشان تحبي مثلا تجددي تبقى خلي بالك انا ما بشوفش حد عنده مراتب جاهزه بيشمسهم. عشان هما ما بيتشمسوش، انت هتشيلهم ازاي؟ دي كلها حديد من جوه. وبعدين ما تحبي تجددي فيها هتعرفي تجددي؟ مش هتعرفي تجددي. ما خلاص بتتباع خرد. الله ينور عليكي. لو ميلت سنه كده من الجنب هتلاقيها. ايوه هي بتتباع خرده. هتتعرفي منها. ما انا اعرف واحده المرتبه عندها السوسه بتاعتها مالت خالص. بتقول لي احنا بننام بجنب وجنب التاني ما بتطلع من القماش. بتقول لي والله بننام بجنب واحد، السوسه مايله خالص. بتقول لي عايزه اروح اجيب قطن وانجد احسن من السوسه، يا اما انا اجيب واحده نظيفه. ايوه. بس انت عشان تجيب مرتبه نظيفه بكام؟ هو كان الاول المراتب الجاهزه ديت كان في سوسته اسمها بلجيكي، تبقى عامله زي سوسته العربيه، تيجي في مثلا ايه؟ في الطب مثلا تيجي تعمل ايه؟ وتفضل تثبت. ايوه. دلوقتي الشغل كله صيني، تلاقي السوسته بتخبط كده وانت بتنام عليها، بترزع كده، بتخبط في الشاسيه وتخبط في دماغك. شغل مسكر كله مضروب. ايوه صح. اما المرتبه القطن بص تلاقي ميه واحده. تنامي تقومي تلاقي نفسك حلو مرتاح. وده فعلا. بس خلي بالك هنا احسن من السطح بقى. السطح هيبقى جو حر والشمس هتبقى بص بقى، الشمس هتزاولك. ايه رايك؟ اعطيها 5 في 5. ايه رايك يا ماما؟ 5 في 5. ايه رايك يا ماما؟ ايه رايك يا ماما؟ الله ينور. ايه رايك؟ جايه تحضري انت تنجيد العروسه؟ مختلفه يا منجد علي المرتبه. هنتجوز السيد قريب. يا منجد علي المرتبه. ما احنا نجدنا له، هنروح نخطب له بقى. لا والله الله ينور بصراحه، تسلم ايدك يا كريم ويصلح ما بين ايدك يا رب دايما. يا جماعه لو اي حد من اسكندريه عايز ينجد مراتبه بالطريقه دي، بالطريقه الجميله دي، يتواصل معايا على المنتدى كده، او لو انتوا معايا على التيك توك، معايا على الكواي او على الفيسبوك، هرد عليكم على طول وانا اقول لكم العنوان ايه. هو ليه كريم ايه؟ حط اسمه يعني. ما هم يتواصلوا معايا، انا هسيب لهم رقمي هم يكلموني. الولد بيعمل ايه ماله؟ الله ينور. الله ينور. الله ينور. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله ما شاء يديك الله. الصحه يا رب. بسم الله ما شاء الله. بس ايه رايكم يا جماعه في القماشه؟ بصوا القماشه اللي انا جايباها جميله ازاي. ايه رايك يا مودي؟ يلا اديله سوست وايه ظبطت. ايوه ما احنا بص يا سيد انت واقف على العروسه اهو. احنا نجدنا لك. احنا نجدنا لك بقى. رايح اجيبها. يلا رايح تجيبها؟ لا استنى بقى اما نعمل لها نقاشه. على العروسه اهي. لا بس القماشه ديت جميله احسن من نبيتي. خلي بالك انا بحترم البنيات. وانا بحب البنيات قوي قوي. انا بحترم معلم كريم. انا بحترم البنيات، انا ماليش في النبيتي والكشمير البني طول عمره ثابت وجوده. يعني في المفارش بامانه، يعني في المفارش البنيات. جميل جدا في حياتي.
اصل حلو بصراحه، وبعدين ما يبطلش. ذوقك حلو والله. الرسمه اللي زيها كان لونها النبيتي دي. النبيتي لا، القماشه دي برضه حلوه، انا كنت جايباها شوف بقالها سنين اهي. يبقى خير. جميله برضه. بصوا دي القماشه بتاعت، دي القماشه دي بتاعت فرحي. ده القماش القديم. والله لسه بحالتها، جديد حلو. لسه بحالتها والله، تخينه وجميله ولسه بحالتها، يعني لسه بخيرها. بس انا حبيت اجدد بقى، يعني انا حبيت اجدد. 17 سنه بقى لها 17 سنه بس لسه والله العظيم بخيرها، ومشيتها تخينه وحلوه بصراحه. فانا ان شاء الله هعملها للسراير بتاعه البنات. حلوه يعني، حرام ارميها، دي لسه بحالها، لسه جديده. بص المخدات وجمالها، بص المخدات، بصوا عامل البوز بتاع المخده، عامل بوز المخده بنفس قماش المرات. الكفر بتاع المرتبه. بصوا عايزه اقول لكم تقيله ما شاء الله عليها، تقيله كده محمله تستحمل، بسم الله ما شاء الله يعني. بصوا بقى اوريكم بقى الفكره دي. بصوا المخده دي، بصوا المخده دي، دي العصر في الجامعه وصل. ايه ده لسه ما خلص؟ ماشي. بصوا بقى يا جماعه المخده دي هوريها لكم بس كده. يعني دي مخده وسط يعني للسرير بتاع البنات. بصوا البوز ده، البوز بتاعها ده، هو قال لي ايه؟ قال لي هاتيلي ستان، هو قال لي هاتيلي ستان، وانا عندي طرح ستان كتيره قوي وجديده ما بستعملهاش. طبعا انا استغليت، وبدل ما اشتري ستان اللي انتوا شايفينها دي طرحه اصلا ستان. بص شكلها حلو ازاي، وهوريكم برضو ايه اهي. دي اصلا كانت طرحه ستان وعملت منها بوز للمخدات اهي، جميله ولسه جديده اصلا يعني، ما اتلبستش الا لابسه وكده وبتزحلق. ايه بقى انتوا شايفين؟ بصوا اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يصلح ما بين ايديك يا رب، اللهم اصلح ما بين ايديك. جوه هو بيعمل جوه بالظبط. بص بقى المرتبتين علوا السرير ازاي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا ده حلوه ما شاء الله، ما شاء الله، تسلم ايدك.